إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يحمينا بحمايته يا رب، ويكون يوم لينا مفترج وسعيد وحلو. النهارده حبايبي واخواتي عامله لكم روتين في الشقه كلها، من المطبخ لاوضه الاولاد للصاله بتاعت البيت، كله باذن الله روتين كده بنظافه العيد. كل سنه وانتم طيبين متهنين وسعداء يا رب. النهارده اول حاجه مسكت، احنا قسمنا بقى البيت علينا. النهارده رحمه مسكت لي بقى الايه المطبخ من فوقيه لتحتيه، يعني من السيراميك للارض حتى الحيطان، يعني شطبناها كلها. الروتين اللي كل ست بيت طبعا اليومين دول اللي هي اشتغلت فيه. نمسك المطبخ، نظافة المطبخ، نظافة الأوض، اللي على قد ما نقدر نعمل. إن شاء الله يا رب رمضان يبقى رافع أعمالنا عند الله وإحنا في أحسن حاله. وحبيت النهاردة اليوم كله بتاعي وكلامي كله بإذن الله إني أنا حابة أشكر كل حبايبي وإخواتي اللي بيتابعوني. حابة أقول لكم ربنا يا رب يسعدكم ويفرحكم ويرزقكم رزق حلال مبارك فيه. وحبايبنا وأهلنا اللي تواصلوا بالله قبلينا، ربنا يرحمهم ويجعل يا رب عيدهم في الجنة. وربنا يرحم أهلينا كلهم اللي تلقوا بالله قبلينا. ربنا يا رب يرحمهم وباركلنا احنا في أعمارنا وخلينا لولادنا، وربنا يبلغنا رمضانات كتيرة أخرى بإذن الله. ربنا ما ياخدناش غير وهو راضي عنا كل الرضا. وربنا يا رب يفتح لنا أبواب الرزق وحنن علينا ويسعدنا دنيا ودين. صلوا على النبي حبايبي، وحدوا الله. تنسوش اللايك لأمهنا والاشتراك والكلمة الطيبة اللي هي حسنة. وكده احنا شطبنا المطبخ، كده بتوريكم المطبخ. ان انا ما حطيتش ايدي في المطبخ خالص بصراحة. في مواعين كل سنة وانتم طيبين انا شلتها، وفي مواعين خليتها اللي هي ايه اللي انا هتعامل بيها، انا بطلعها بره المطبخ خالص. علشان ايه؟ ما يخش، انت عارفين المطبخ بتاعي ان هو صغير، ما يخش معاي مساحة. انا فيه حلل وفيه طبقة الصيني، ألمونيا، منامين، حتى البراطيم الجزاز انا بعينها، يعني ما دام لهاش استعمال عندي بغسلها وبعقمها وبشيلها بصراحة. ليه؟ خلاص، يعني انا بتجيلها وقت عندي بستعملها تاني. يعني احنا خلص رمضان والحمد لله يا ربي، ربنا يباركنا في اللي جاي. بنستفادوا بيه بمناسبة، في عزومة بتطلع مواعينك. وحتى المعالق أنا بخلي جزء، الشوك بخلي جزء، والمعالق بخلي جزء منها وبعين جزء وبشيل جزء وكده، يعني أي حاجة للضيوف هنا. طبعا أوضة الولاد مسكناها بقى من فوق لتحتيها زي ما انتوا شفتوا، فرشناه، بس احنا لسه فرش العيد يعني. برضو انا حتى الملايات وتقومة السرير مخليه فرش، افرشه في العيد، ومخليه فرش بفرشه انه العيال يدعكوا فيه. انتوا عارفين اوضه الاولاد دي على طول قاعدين فيها، فانا بمنظمه حياتي، منظمه حياتي. ليه المفرش دلوقتي بالشيء الفلاني، انا بجيب من القطن النظيف، فانا مش هخلي الحاجه كلها تتهدر. وانتوا عارفين الاولاد بقى، فانا بخلي والله زي ما بكلمكم انا عندي 4 سراير، انا بخلي لهم اطباق، مفارش للعيد، ومفارش اشيلها للمناسبات، او مفارش برضو اشيل لو حد ضيف جياني، ومفارش بشيلها الضحكه بقى والوكل والشراب. ودي انا بقول لكم كل سنه وانتم طيبين. ويا جماعه ما تعيبوش عليا. انا هو ده،
وربنا يا رب يسعدنا ويفرحنا بولادنا وبحبايبنا. حبيت اوريكم اخر فينش، وحبيت اطلع اقول لاخواتي وحبايبي كل سنه وانتم طيبين فرحانين ومتهنين. خلصت اوضه الولاد اللي هم قاعدين طول اليوم فيه. طبعا اوضه النوم بتاعتي انا مش حابه ازورها خالص بصراحه. فانا فرشها برضو ومفرش جديد ومطبقه دولابي وتسريحتي وحاجه ما شاء الله الله اكبر عليها يعني. فرشها احلى فرش. وده ايه، وده الكحك بتاعي انا كنت عاملاه برضو بس صغنطوط حلو ازاي. كل سنه وانتم طيبين. ده الترمس انا برضو كنت مليناه وغليته في البيت وظبطته. دي الحلويات. وده السوداني. حطينا اجزاء بسيطه كده اللي احنا نسلوا بيها دلوقتي يعني في اليوم اللي احنا قاعدين فيه. طبعا العيد ليه نظام تاني وليه فرشه وليه الحاجات بتاعته واللب والسودان ومكسرات وربنا يا رب يملي بيتنا بالعمران دايما يا رب وخلينا صاحب بيتنا. كده انا كنت خلصت كل فرشتي وحاجتي، حتى بيتي فوق لتحت برضو خلصنا وشطبنا. فيش غير الفينش الاخير باذن الله يوم الوقفه. واسيبكم في رعايه الله وحفظ اخواتي وحبايبي. تنسوش اللايك.